اهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده هنعمل صينية بطاطس أرديحي بالبصل والثوم. الصينية دي يا بنات مش هتاكلي بطاطس، صينية بطاطس ألذ بطاطس هتاكليها بالطريقة دي، سهلة قوي. الطريقة يا بنات، أول حاجة تجيبي صينية وتضيفي فيها المادة الدهنية بتاعتك، سواء زيت أو زبدة أو أي مادة دهنية انت تحبيها. وممكن كمان تضيفي في الصينية دي يا بنات ليا أو دهن، بيبقى طعمها خطير قوي بيها. أو بتضيفي فيها أي مادة دهنية سواء باللحمة أو بس. هنا الطريقة بتاعتنا مختلفة تماما، هنعملها أرديحي كده بالبصل والثوم بس، على طريقة زمان جدتنا. فاحنا هنا تبلنا البصل كده، خلينا لونه مصفر، وهتضيف عليه معلقة توم مهروس لحد كده ما تشمي ريحة التوم. خلاص يبقى كده معانا كويس. وهنحمص البهارات مع البصل والثوم ده على الزيت على النار كده، بيدي طعم وريحة لصينية البطاطس. ما شاء الله يا بنات، بتبقى تحفة قوي. ممكن تعملي صينية البطاطس دي برضو تعتمديها جنب اي خضار، كخضار يعني، جنب اي نوع لحمة، نوع فراخ، ايا كان انت عاملاه تعتمديها. ممكن تعمليها كده لوحدها مع رز بشعرية، بتبقى حلوة قوي. طريقة اقتصادية وسهلة. هنا احنا ضفنا سنة معلقة كمون، ومعلقة 7 بهارات، وهتضيفي معلقة فلفل صغيرة، وتحمصي البهارات دي كلها كده في الزيت والثوم. بتدي طعم البطاطس حلو قوي يا بنات بالتحميصة دي او الطريقة دي. ودي مش اول طريقة ان انتوا تشوفوها على القناة، نزلنا قبل كده صينية بطاطس بس دي مختلفة. وتحطي الملح بقى، بتبهري بأي بهارات انت حباها، بس الطريقة دي انا بحبها جدا وبتخلي طعم البطاطس جميل. هنا هندي برضو تشويحة للبطاطس، تكون انت مجهزة طبعا مقطعاها بالسمك اللي انت عايزاه. ممكن تضيفي كمان في البطاطس زي ما كوسة او اي خضار انت حباه، بس انا بقول لكم على الطريقة دي. الطريقة دي سهلة ومنجزة. وهنا تحطي البطاطس وتبدأي ان انت تشوحيها كده مع البصل والبهارات على النار، تشويحة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. لو الطريقة عجبتكم يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك وتدخلوا كده قناتي لو انتوا مش مشتركة قناتي. ان شاء الله وصفات سهلة وهتعجبكم. الطريقة دي سهلة قوي يا بنات وطعمها لذيذ قوي، جربوها وان شاء الله تعجبكم بالطريقة ديت. هتبدأ ان انت تشوحي البطاطس كده بالبهارات بالبصل والثوم، وبعدين بتنزلي عليها بقى بالطماطم بتاعتك بالتسبيكة، وهتاكلي احلى صينية بطاطس والله يا بنات. تبدأي ان انت بقى تضيفي الصلصة بتاعتك او عصير الطماطم وتسيبيها على البوتاجاز. تبدأ ان هي تاخد غلوتين كده، او تبدأ ان هي تدخل على نص السوا، وتبدأ ان انت بقى ان شاء الله تحمريها وتاكلي احلى صينية بطاطس من غير لحمة، من غير اي تكلفة خالص، سهلة وبسيطة، وتقدري ان انت تعمليها جنب اي وجبة اساسية. اتمنى يا بنات الفيديو يكون خفيف كده ويعجبكم، واتمنى يا رب كده يكون قناتي سهلة وبتفيدكم وتكون حلوة. هنا بتسيبي البطاطس بتغلي كده على البوتاجاز، وتبدأ ان انت تسبكيها كويس، وبعدين بتحطيها في الفرن تاخد وش كده تحميرة، بتاكلي احلى صينية بطاطس بألف هنا وشفا على قلوبكم. اشوفكم على خير دايما يا رب، واشوفكم في احسن حال، واشوف حبايبي كلهم كده مبسوطين ومرتاحين البال يا رب. اتمنى يا رب يكون الفيديو كده عجبكم، وكده وصلنا لاخر الفيديو يا بنات. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم.